اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده هنتكلم على شخصيه من اقوى الشخصيات الموجوده في عالم مارفل، وهو فولكان. ناخد فكره عنه وعن قدراته في الكوميكس. فولكان هو شخصيه تبع مارفل كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر نوفمبر سنه 2005. الكلام ده كان في العدد رقم واحد من سلسله الكوميكس اكس مان ديدلي جينيسيس على ايد الكاتب اد برو بيكر. هو اسمه الحقيقي جابرييل سامرز، الاخ الاصغر لسكوت والكسندر سامرز، المشهورين باسم سايكلوبس وهافوك بتوع الاكس مان. امه وهي حامل فيه اتخطفت هي وجوزها من قبل امبراطور الشيار. بعد كده بنشوف ان جوزها بيحاول يهربها، بيفشل، فالامبراطور بيقرر ان هو ينتقم فبيموتها. بياخد ابنها من بطنها، بيحطه في اكسلريتور، بيسرع من معدل نموه، بيوصله لسن مراهق، بيبيعه كعبد، بيروح كوكب الارض. قدراته بتظهر، بيهرب، بيقابل دكتور مويرا ماكتاجرت اللي بتديله مكان يعيش فيه وبتعلمه ازاي يستخدم قدراته. مش بيبقى فاكر اي حاجه غير ان اسمه جابرييل. بياخد الكود نيم كيد فولكان. بيقابل بعد كده بروفيسور اكس اللي بيحس من بصمته العقليه ان هو يقرب لسايكلوبس. بروفيسور اكس بعد كده بيقرر ان هو ياسس فريق جديد من الاكس مان متكون من اربعه. الاربعه دول بيكونوا فولكان، سواي، بيترا، وداروين. بيطلب منهم ان هم ينقذوا فريق الاكس مان المحاصر في جزيره كاراكوا. بالفعل بيروحوا، بيلاقوا سايكلوبس، بيحرروه، بيقول له انا اخوك، بيحطه في طياره. سايكلوبس وهو في الطياره بيلاقي الفريق بتاع اخوه كله بيموت، بس هو ما كانش يعرف ان سوي وهي بتموت جسمها بيخرج اخر جزء من قدرتها فبيأخر الزمن. بترا برضو اخر حاجه بتعملها قبل ما تموت انها بتخلي الفريق يتشد لاعماق الارض يروحوا كهف هي عملته بقدرتها. دلوقتي داروين وفولكان الاتنين بيحتضروا، بس داروين بيحول نفسه لطاقه وبيندمج مع فولكان، فالاتنين بيعيشوا. سايكلوبس مش بيكون عارف كل الكلام ده، فبيرجع لبروفيسور اكس عنده حاله من الهستيريا، بيقول كل الكلام ده حصل بسببي، اخويا مات بسببي. فبروفيسور اكس مش بيكون قصاده غير ان هو يتلاعب بذهن وعقل سايكلوبس، بيخليه ينسى تماما اللي حصل وينسى ان هو كان عنده اخ من الاصل. وبيبعت فريق تاني من الاكس منه عشان ينقذوا زمايلهم. بولاريس بتبعت كاراكوا للفضاء. بنشوف ان فولكان بيقضي سنين كتير جدا هناك وبيصحى بسبب قصه ام داي. لما بيفوق بيبقى متضايق جدا، بيفتكر ان الاكس مان نسيوه، فبيقرر الانتقام، بيموت بانشي، بيهاجم وولفرين، بيخطف سايكلوبس، وبيخطف مارفل جير اللي هي ريتشل سامرز، بيجبرها انها تعرف باقي افراد الفريق الحقيقه. وبعد كده هي بتعرف تشيل داروين منه، بيكون ضعيف في الوقت ده، فافراد الاكس مان بيهاجموه عشان شايفينه ان هو خطر جدا. هو بيتصدى ليهم كلهم. بعد كده بيقول لسايكلوبس انت مش اخويا ولا اعرفك، وبيتبرى منه. بيسيب الكوكب وبيكون في ذهنه صوره الامبراطور بتاع الشيار عايز ينتقم منه عشان قتل امه. بيسافر عبر الفضاء، بيهاجم سفن تابعه للشيار، بيعرف منهم ان الامبراطور دلوقتي في غيبوبه وان اللي بيحكم اخته ليلاندرا. بعد كده بيخطف سفينه فضائيه، بيروح للثرون وورلد، بيهاجموا الحرس الامبراطوري بقياده جلاديتور. بيقتل شويه منهم بس جلاديتور بيهزمه وبيطير له عين. بيتسجن في سجن شديد الحراسه على امر من اقمار الثرون وورلد، بيقضي وقت محترم هناك. بعد كده بيجي واحد معترض على الحكم السلمي بتاع ليلاندرا، بيحرره وبيخليه يقابل ديس بيرد. دي تبقى الأميرة المنفية أخت ليلاندرا. بيهربوا، بيحبوا بعض. بعد كده بتقنعه ان هو ينسى احقاد الماضي ونفتح صفحة جديدة. بتخليه يقابل اخوها اللي دلوقتي في غيبوبة، هو بيعالجه. فبنشوف ان الامبراطور بيفوق دلوقتي، بيقرر ان هو يكافئ فولكان. بيقول له على فكرة انا لما شلتك من بطن امك الكلام ده حصل في القصر الملكي، لذا انت تعتبر رويال، من حقك انك تتقدم وتتجوز اختي. فهو بيوافق وبيقرر ان هو يخلي هدية الفرح انه يموت بروفيسور اكس. بنشوف الاكس مني بيجوا عشان يمنعوا كده، بيكونوا متحدين مع ليلاندرا وبيبقوا متحدين مع ستار جامرز بقيادة كروسير اللي هو يبقى ابو فولكان. بنشوف ان في وسط الخناقه دي كلها وهي بتحصل، فولكان بيموت الامبراطور وبيعلن عن نفسه ان هو الامبراطور الجديد بما انه جوز ديس بيرد. وبنشوف ان بيجي له كروسير يقول له بطل اللي انت بتعمله ده، انا ابوك، اسمع الكلام. فبيموته ويقول له انا ماليش اب. فهافوك بيبقى متضايق جدا، يقول له انت ازاي قتلت ابونا. بيتصدى له وبيتصدى للاكس منه كلهم، وفي الاخر بيهرب هو وديس بيرد. الحرب الاهليه بتفضل مستمره ما بين قوات ليلاندرا اللي بيساعدها هافوك وباقي اعضاء الستار جامرز، وبين قوات فولكان وديس بيرد. في عرق فضائي في الوقت ده اسمه ديس تو ذا شيارز، بيفجر كوكب من كواكب الامبراطوريه وعازم النية ان هو يدمر باقي الكواكب. فولكان بيطلب من اخوه هدنة وبالفعل ده اللي بيحصل، بيتعاونوا مع بعض وبيمنعوا الخطر ده. بعد كده بنشوف ان فولكان بيرمي اخوه في اعماق نجم، بس هافوك بيرجع وهو امتص قدر كبير جدا من طاقة النجم ده. كان على وشك ان هو يموت فولكان، بس فولكان بيبتزه باصحابه. هافوك بيستسلم، الحرب الاهلية بتخلص، الجيشين بيندمجوا على بعض، ليلاندرا بتهرب. بنشوف ان فولكان بيعمل وعد لافراد الامبراطوريه وللشعب ان هو هيرجع امجاد الامبراطوريه القديمه وان هم هيتوسعوا.
وبالفعل ده اللي بيحصل. اخد كواكب كتير جدا، وكان مع كل انتصار كان بيجي يقول لهافوك انت معترف ان انا متفوق عليك ولا لا، وهافوك كان بيرفض الاعتراف ده. هافوك بيهرب هو وباقي افراد الستار جامرز، بيروحوا امبراطوريه الكري اللي بيحكمها دلوقتي الانهيومنز. فولكان بيروح وراها والحرس الامبراطوري بيهاجموا امبراطوريه الكري في وقت جواز كريستال بتاعت الانهيومنز على رونان ذا اكيوزر. بيتسببوا في دمار كبير جدا، بيموتوا ناس كتير، بيخطفوا ليلاندرا. الانهيومنز بيقرروا ان هم يردوا الصعصعين وينتقموا، وبتبدا حرب الملوك. الحرب انهكت الشي ار. ليلاندرا بتقرر انها تستغل الظروف دي وتوحد الشعب، بس في واحد من اتباع فولكان بيموتها، ففي حرب اهليه جديده بتنشأ. بلاك بولت بيبقى مضطر ان هو يستخدم سلاحه النهائي السري، وهي قنبله تيرجن بتشتغل بصوته. فكرته كانت قائمه ان هو عايز ينشر التيرجن في المجره بالكامل، الناس كلها تتطور تبقى نفس العرق، المشاكل تنتهي والحروب تخلص. بيجي فولكان يخش قصاده في معركه، بلاك بولت بيتهور بيصرخ بيدمر فولكان تماما. بتيجي كريستال بتشيل التيرجن من القنبله وبتقرر انها تعمل تيليبورتيشن لبلاك بولت، بس فولكان بيعيد انشاء نفسه وبيخش تاني في معركه قصاد بلاك بولت. الاتنين بيتخانقوا، القنبله بتنفجر، بيحصل ثقب في نسيج الزمكان، الاتنين بيتشدوا وبيختفوا. بنشوف دلوقتي ان جلاديتور هو الحاكم الجديد لامبراطوريه الشي ار. فولكان بينجو، هو دلوقتي بيسبح في فضاء في بعد تاني، في كائنات فضائيه بتشده بتعمل عليه تجارب، بتشوف هو ايه قدراته، بتعرف ان جواه قوه عظيمه، بس شخصيته وعقله غير اسوياء، بيشوفوا ان ده مصلحه وان هم المفروض يستغلوه. بيعزلوا البذره الكويسه اللي فيه، بيحطوا تحتها شخصيته الحقيقيه، بيقفلوه بيبعتوه كوكب الارض. بيقابل اخواته اللي هم سايكلوبس وهافوك بشخصيه جديده، شخصيته الحقيقيه بتبقى مستخبيه، بيعيش معاهم على القمر، وبيكون معاهم بريستيج، كيبل، وولفرين، جين جراي، ومع الوقت شخصيته القديمه عماله بترجع. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي قدراته هو اوميجا ليفل ميوتنت بعد ما امتص طاقه كبيره جدا في قصه ام دي اي. بروفيسور اكس، ايما فروست، ريتشارد سامرز، الثلاثه قالوا عنه انه اوميجا ليفل ميوتنت ده اقل وصف هو ممكن يتوصف بيه. هو عنده قوة بدنية كبيرة جدا وقدرة عالية على التحمل، بيتلاعب بالطاقة وعنده قدرة على امتصاصها، بيعرف يولد أشكال كتير من الطاقة زي الحرارة والضوء والكهرباء. هو بيعرف يعالج نفسه، منيع ضد الهجمات العقلية، وبيعرف يستنزف الميوتنس من قدراتهم، بالإضافة إن هو بيطير. بس كده دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على فولكان في الكوميكس وخدنا فكرة عنه وعن قدراته. أنا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس أنت كنت تعرف الشخصية دي قبل كده ولا لأ؟ إيه رأيك فيها؟ متشوق إنك تشوفه في عمل فني في المستقبل. إحنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو أنت مش سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.